بسم الله. هتهدى شويه بس انا مستعجله عليها. بصوا يا جماعه، تحسوا ان البشاميل كريمه مش بشاميل. ما تقوليش تاني بقى ما بعرفش اعمل البشاميل. بصوا البشاميل، بصوا الطبقات، مكرونه مع البشاميل مع اللحمه المفرومه تجنن. لو بتعملي بقى البشاميل بيفشل معاكي او بيكلكع او مش بيطلع كريمي كده زي ما انتوا شايفين، او اول مره تدخلي في حياتك المطبخ وتعملي بشاميل، هقولك ازاي يطلع معاكي ناجح من اول مره بطريقه سهله جدا ما فيهاش اي افتكاسات، ولا تحتاجي انك انت تحطيه في الخلاط او تعمليه بالهاند بلندر. هيطلع معاكي كريمي من اول مره. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه لتر من اللبن. تاني حاجه كوبايه كبيره من الشوربه. وتالت حاجه هنحطها كوبايه صغيره من الكريمه اللباني، ودي بتديها طعم خطير، بتخلي كمان البشاميل اللي بيكون ناعم جدا معانا. ومكعب من الماجي، بكسره كده بايدي الاول، بعد كده بفتحه، بعد كده بنزله. لو ما عندكمش اللي هو الماجي الباودر دوت، ممكن نجيب مكعب ماجي عادي خالص ونكسره بايدينا. وهنجيب معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، 5 معالق هرميه من الدقيق. واحد، وهنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض، نقلبه كويس جدا. عايزين الدقيق يدوب في اللبن. بصوا بقى هنا الدقيق ده كويس جدا، يعني لازم نفضل نقلب كده لحد لما الدقيق كله يختفي، علشان لما نرفعه على النار ما يكلكعش معانا. واخر حاجه بقى نحطها معلقتين كبار من السمنه البلدي. يلا بينا بقى نرفعهم على النار. كده خلاص هو اتعمل معانا. لازم بقى يا جماعه البشاميل اللي يغلي ويستوي، عشان احنا هنا الدقيق ني، احنا مش محمرينه، فعلشان طعم الدقيق ما يبانش فلازم يغلي ويبقبق كده زي ما انتوا شايفين. بصوا كده هو بيستوي معانا. نخليه كمان كده دقيقتين علشان الدقيق يستوي معانا كويس، ما تستعجلوش عليه. بصوا هو كده القوام المظبوط بتاعه، تحسوا ان البشاميل كريمه مش بشاميل ولا كلكع معانا. بصوا ناعم ازاي، هو ده كده البشاميل المظبوط، هو ده القوام المظبوط. اول حاجه هنا طبعا سلقه المكرونه. هنا بقى هنجيب معلقتين من البشاميل، شويه فلفل اسود كده، شويه ملح، ده بيظبط جدا التست بتاع المكرونه. هنقلب بقى كده حلو. شويه بشاميل من تحت وشويه مكرونه، هي كلها بشاميل في بشاميل. هنا حطيت نص المكرونه، نحط بقى اللحمه المفرومه في البشاميل. وكمان عصقت معاكم اللحمه المفرومه في الرواق اخر مره وعصبناها في حاجات كتير يعني. بصوا بحب بقى احط كمان معلقتين صلصه. بس وهنحط نص التاني المكرونه. خد نص كيلو بس مكرونه. نحط بقى البشاميل، ورشه بقى الجبنه الموتزاريلا على الوش، تديها لون حلوه جدا وكمان تديها طعم حلو. بس كده هدخلها الفرن وهوريها لكم بعد ما تستوي شكلها عامل ازاي، بس انا مستعجله عليها. بصوا يا جماعه خطيره خطيره.
بصوا البشاميل، بصوا الطبقات، مكرونه مع البشاميل مع اللحمه المفرومه تجنن. طعمها والبشاميل مفيهوش ولا غلطه. الطريقه دي واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.